الحاجات اللي احنا هنحطها وبتخلي الشيش طاووق زي بره بالظبط. انا اول حاجه هبتديها الصلصه اللي انا عملتها في البيت اللي هو الصوص ورشستر شاير اهو. بص بناخد حبه قد ايه، معلقتين ورشستر شاير، ده اللي بيخلي سر في الاكلات زي اكلات المطاعم بالظبط. انا حاولت ان انا اجيبه وجبته وعملته، وان شاء الله هنزله على الصفحه بتاعتي وهوريه لكم، عشان ده سر في الاكل وفي الحاجه انها تطلع زي المطاعم بالظبط. خلاص، فقلنا الصوص ورشستر شاير، ومعانا 3 معالق ليمون، ومعانا معلقتين خل تفاح، ومعانا نص كوبايه زيت صغيره وكوبايه لبن، ومعانا التتبيله الحلوه بقى بتاعتنا اللي معظمها عاملينها في البيت. فمعانا دي بودره الماجي، بودره الماجي اهي، ومعانا الثوم البودر والبصل البودر، ومعانا بابريكيا وكزبره والبهارات والملح والفلفل، ومعانا بصلايه وثوم، بصلايه مفرومه وثوم وقطيتين، ومعانا البانيه متقطع مكعبات اهو زي ما انتم شايفين متقطع مكعبات. ومعانا بقى اللي احنا هنحط المكعب في الخله، معانا الخله اهي، هنحط بصل وفلفل وقوطه، وادي الخله بتاعتنا اهي معانا اللي هنحط فيها، هنشويه على الشوايه اللي احنا عملناها هنا في البيت، وهنشوي عليها كل حاجه على البوتاجاز. فان شاء الله باذن الله هناخد كل المواد دي وهنحطهم في شفشق الخلاط، نضربهم ونقوم حاطينهم على مكعبات البانيه زي ما انتم شايفين اهو، كل حاجه في الخلاط. بعد ما نضربهم في الخلاط هنحط بقى كل المحتوي دوت على البانيه. هبص انا عاملاها بلبن، اللبن ده بقى بيطري وجميل جدا، عايزين تحطوا زبادي حطوا، بس جربوها باللبن. وادي الخل وكل التوابل بتاعتنا هنحطها، وبعد ما نضرب كل ده هنحطه على الخليط بتاعنا على البانيه، وهنحطه بقى في التلاجة حوالي من 2 ل3 ساعات. كل ما يقعد كل ما هيبقى احلى والتتبيله تشرب منه. طريقه سهله جدا ومفيهاش اي صعوبه. هنضرب كل الحاجات ديت وهوريها لكم وانا بحطها على البانيه. يعني بصوا هنسيبها كده بقى، التتبيله بقى تتبل جامد، البانيه ده يتبل وهنسيبه في التلاجة، وبعد ما يتبل ويشرب من التتبيله، انا قلت لكم يقعد 2 3 يعني براحتكم، بس هي التتبيله يعني بصوا شكلها في منتهى الجمال، فيها كل حاجه، وفيها الصوص الجديد اللي انا عملته. فان شاء الله بقى بعد ما تطلع من التلاجة هنحط بقى في الخله واوريها لكم ان شاء الله بعد ما تقعد الوقت اللي انا قلت لكم عليه في التلاجة. بعد ما طلعنا بقى القطع البانيه اهو اللي احنا هنعملها شيش طاووق من التلاجة، هناخد الخله، احنا بالين الخله، هناخد قطعه قطعه زي ما انتم شايفين كده، وعليها البصلايه وحته فلفل، ناخد قطعه كمان حته قوطه زي ما انتم شايفين اهو، وقطعه كمان حته فلفل، حته بصله. يعني عايزين الواحد يعني ايه يشبع ايه شخص يعني اهو. واجيب حته القوطه تاني اهو زي ما انتم شايفين، وهنرص بقيه الكميه وهوريها لكم واحنا بنحطها على الشوايه. عملنا كميه الشيشه اهو زي ما انتم شايفين، وهنرص بقى على الشوايه بتاعتنا اللي انا قلت لكم عليها اللي احنا عملناها في البيت، والحاجه هتبقى مشويه وجميله بالشوايه الجميله دي اهي. الشوايه اللي ما شافنيش يعني قبل كده، انا عملت صينيه ألمونيا عندي قديمه وحطيتها عليها ورق ألمونيا وحطيت فيها فحم وبشوي عليها، واولع النار واطيه جدا في عين البوتاجاز، هتطلع لنا الحاجه مشويه زي بره بالظبط. ويا رب ان شاء الله تعجبكم الحاجات اللي انا عملتها دي، وان شاء الله باذن الله بعد ما تستوي هوريها لكم في التقديم. دي بقى بتتقدم معاها سلطه طحينه، سلطه قوطه، معاها حب، وهتبقى وجبه جميله وسريعه، واهم حاجه
تعملوا التكات اللي انا قلت لكم عليها، عشان هي التكات دي اللي هتاكلوا الشيش طاووق زي اللي بتاكلوه في المطاعم بالظبط، ومش هيبقى فيه فرق. ويا ريت برضو الشوايه الجميله دي تعملوها، يعني حاجه ايه مصنعه في البيت وسهله، ما بتعملش دخنه، وبتدينا برضو النتيجه بتاعت الشوي. بصوا قربت ايه، بصوا. وهنقلب بقى لما نشوف الحاجه ايه قربت تستوي، واما تستوي هقدمها لكم ان شاء الله. عملنا اهو الشيش طاووق وطلعناه بعد ما اتشوى، وقدمنا معاه مكرونه وسلطه اهي، خيار مخلل وقوطه وبصل وفلفل وشويه طحينه. وانا بقى بقول لكم الصوص الجديد اللي انا استخدمته ده بيبقى عامل زي المحلات بالظبط، يعني اكنك بتاكلي في مطعم بالظبط، وعيالك مش هيفرقوا الاكل بنفس الصوص اللي انا عملته. ورشستر شاير، ورشستر شاير ده صوص عجيب عجيب، يعني اكنكم بتاكلوا الشيش طاووق ده زي السوري بالظبط، محلات السوري بالظبط، وهتدوقوا الطعم وهتعرفوا النتيجه. الصوص الجديد ده لو حطيناه في الاكل، انا عملته وان شاء الله هنزله لكم في فيديو، وهو سهل مش معقد ولا اي حاجه، بس حطوه على كل حاجه هتلاقوها في الفيديو معايا. ويا رب تعجبكم ان شاء الله الاكله الجميله ديت، وشيش الطاووق بكل التوابل والحاجات اللي انا عملتها فيه. ولو عجبتكم بقى الاكله والوصفه تعملوا لي اعجاب وتشتركوا في القناه عشان ان شاء الله يجيلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.